السلام عليكم، كيفكن أصدقائي؟ شو الأخبار؟ قبل ما نبدأ بشي خلينا نكتب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم عنا أكلة حلو، سبحان الله ما بتتاكل إلا برمضان، هي المعروك. قبل ما نبدأ بالمعروك خلينا نعمل هيك أجواء لطيفة بالمطبخ. مثل كل عادة فرجيتكن قبل هالفيديو فرجيتكن إنه أنا جبت شمعة. خلينا نعمل أجواء نشغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هوني أصدقائي سخنت مي دافية، حطيت كاستين مي دافية، وإذا متوفر عندكن حليب كمان بصير، وظرف خميرة. هذا الظرف بيطلع معلقة خميرة بنحطه كله، وبنحركه هيك شوي، و3 معالق سكر، بس معلقة كبيرة يعني، ومحلب. حطيت معلقة محلب صغيرة ومعلقة شمرة كمان معلقة صغيرة، وكاسة زيت شاي، كاسة صغيرة يعني. هوني طبعا تركت الخميرة مع الشمرة هيك تخمر لها تقريبا شي 3 دقايق، وحطيت الزيت وكله بنحركه مع بعضه. وأهم شي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله يطرح البركة. وأنا هوني نخلت كاستين طحين، بس لصراحة احتجت أكتر من كاستين، بس أهم شي إنه نخلط الطحين بيعطينا نتيجة ممتازة. بصراحة المعروك على طريقتي كتير سهل، فيكن تحطوا حليب فيكن ما تحطوا، جود من موجود. احتاجت معي العجينة 3 كاسات طحين، وأهم شي عجينة المعروك لازم تكون رخوة، يعني لازم تكون لينة بالإيد، ونتركها تقريبا 40 دقيقة مكان دافي. هوني بعد 40 دقيقة ما شاء الله نافشة منيح. فيكن تتركوها أكتر طبعا قد ما بدكم، فيكن تتركوا العجين، بس طبعا مو أكتر، يعني حد أقصى حد يعني العجينة المعروك ساعتين أكتر بتحمض العجينة. هون هيك منحركة شوي للعجين عشان يطلع الهواء اللي فيها، وكمان بنفس الوقت ما بدي يدخل هواء. هون حسيتها عم تلزق شوي، حطيت هيك نقطة زيت على ايدي. الصراحة أنا ما بدي مدمت كاملة المعروكة، بدي أعملها قراص قراص، يعني مثل خلية النحل، يعني قراصة صغيرة تطلع هيك شكل مرتب. وطبعا إذا جاي لعندكم ضيوف فيكن تعملوها بطريقة كتير سهلة. شايفين أصدقائي شلون كرات كرات. حطيت حبة البركة، وإذا موجود عندكم سمسم حطوه. وأهم شي هلأ طريقة التبخير، بنسخن مي سخنة بنحطها بزبدية وبنحطها بالفرن تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة هيك بتطلع العجينة معي، تطلع منفوشة مخمرة نظامي، وبيعطيكم هشاشة للمعروك ولا أحلى من هيك. طلعوا على النتيجة يا أصدقائي، ما شاء الله عطتني نفاشة ولا أحلى من هيك.
العجينة طلعت معي الخمرة تبعها كتير منيحة. بتمنى تنال إعجابكم وتعطوني رأيكم بالتعليقات، وأهم شي نكتب الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد.